مين اللي فاكر ان الحرب انتهت بعد اليرموك؟ بعد فوز المسلمين في اليرموك وانهار العمود الفقري للجيش البيزنطي، كان هرقل بيشوف بعينه ان الامبراطوريه اللي عمرها 1000 سنه بدات تنهار. وكان فاكر ان الشمال السوري هيكون حصنه المنيع، وكل نسرين هي المدينه اللي هتقف قدام زحف التاريخ. الحقيقه ان الاحداث كانت بس بدايه مرحله حاسمه اكتر، مرحله تثبيت الدوله وتامين الارض اللي اتفتحت. وفي قلب المرحله دي خرج قرار تاريخي. الخليفه ابو بكر نقل الخلافه العامه لابو عبيده بن الجراح، بينما خالد بن الوليد فضل يقود الطليعه. والقرار ده كان حكمه من الدوله اكتر من اي صراع شخصي، وده موضوع هنتكلم عنه باستفاضه لوحده، وهيكون ليه فيديو ان شاء الله يبان. خالد وابو عبيده هنا اتنين مكملين بعض. عبقريه خالد في الهجوم وحكمه ابو عبيده في ضبط المعارك والتامين خلق ثنائيه حتى اسوار الروم ما قدرتش تصدها. بعد ما استقر الوضع في دمشق وحمص بقت كالنسرين، كانت عقده ولازم لها حل. والمدينه دي كانت جنوب شرق حلب، وكانت بوابه الشمال ومفتاح الوصول لآسيا الصغرى، ومركز تجمع ضخم لبقايا القوات البيزنطية والقبائل العربية المتحالفة معها. وسقوط المدينة ما كانش مجرد سقوط، لكن كان إنهاء لآخر مصدر للروم في بلاد الشام. اتحرك خالد بن الوليد مع فرسان الطليعة، والروم خرجوا من الحصون عشان يلاقوا المسلمين. بس المعركة هنا ما كانتش مجرد قتال عادي، كان اختبار حقيقي لإرادة الجيش. والمسلمين هنا اعتمدوا على السرعة في الحركة والالتفاف حوالين صفوف العدو وتنسيق المشاة مع الفرسان بشكل مختلف، وده أدى الهجوم تماما. والسهول هنا اشتعلت بالقتال، الخيول هرول والسيوف كانت بتتصرف، والغبار كان مالي الجو، والأسوار كانت بتعكس شدة الاشتباك. والروم حاولوا يقاوموا وسط الفوضى، لكن الحركة السريعة والتكتيك الذكي المسلمين كسر خطوطهم. والباقيين بقى حاولوا يتحصنوا جوه المدينة. ده بقى خلى المسلمين يثبتوا قدرتهم على أرض المعركة. لحظة حاسمة، بعد ما انكسر صفوف الروم خالد وجه رسالة قوية للعدو وهو واقف على أرض المعركة: لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم، أو لأنزلكم إلينا. الجملة دي ما كانتش الاستعراض، ده كان إعلان نفسي للمسلمين وللروم مع بعض للرسالة إن النصر حتمي، وما كانش ينفع أي مقاومة توقفه. الروم اللي اتحصنوا جوه المدينة اضطروا يطلبوا الصلح بعد ما شافوا النتيجة. بعض القبائل العربية اللي اتحالفت مع الروم حاولوا يهربوا أو يدافعوا عن الأماكن اللي فيها، لكن فهموا بسرعة إن القوات الإسلامية منظمة ومصممة لإنهاء أي مقاومة، وده اللي خلى كتير منهم يطلبوا الصلح قبل ما الأمور تتدهور أكتر. الروايات بقى كانت بتوضح إن خالد متعامل مع كل القبائل بحكمة، فرق بين اللي مجابلين بالإرادة واللي كانوا مضطرين للصلح. وده درس في الإدارة العقلانية للمعركة زي ما هو درس في الشجاعة والقتال. وفي نفس الوقت هرقل واقف يراقب المشهد من بعيد، وأدرك إن الوجه الإمبراطورية المزعوم انتهى. وكتب التاريخ بتنقل عبارات وداعة للشام: سلام عليك يا سوريا، سلام لا لقاء بعد. معناه إن الحكم البيزنطي المباشر انتهى فعليا بعد المرحلة دي. فالنسرين ما كانتش مجرد انتصار عسكري، هي كانت إعلان رسمي لنجاح منظومة الإدارة الاستراتيجية الإسلامية اللي ولدت ثنائي عبقري. سيدنا خالد كان في الهجوم، وأبو عبيدة في الإدارة. في الوقت اللي كانت جبهة الشمال بتتقفل، كان عمرو بن العاص بيبدأ رسم فصل جديد في الغرب، تحديدا فتح مصر. وده اللي شفناه في الفيديو اللي فات. الأحداث كانت شبكة متوازنة من الأحداث الاستراتيجية لإعادة رسم خريطة المنطقة بأكملها. ودي بقى كانت قصة المعركة، وتابعنا عشان نشوف كل جديد. السلام عليكم. القول قول الصوارم كي تسلم.